انت زعلان ليه يا معلم؟ ليه زعلان على ماتش النهارده؟ هصدمك معلش واقولك ان دي غلطتك انت، زي ما كانت غلطتي انا كمان برضه. يعني انت مش لوحدك، احنا كتير وانا منكم برضه. يعني غلطتك انت ليه يا معلم؟ غلطتك انت لان انت اللي كنت طالع قوي فوق بسقف طموحك. يعني كنت طالع في السما جامد. طبعا برضه انا مقدر موقفك، انت ليه طالع في السما جامد. طبعا ده راجع للصفقات الجديدة، وراجع للتغييرات اللي حصلت، كل الأحداث الأخيرة دي خلت طبعا سقف طموحك في السما. يعني أنا متفهم والله حاجة زي كده، بس كلنا نسينا حاجة مهمة جدا، أو حاجتين 3 10. يعني هنقولهم كلهم دلوقتي. نسينا أول حاجة إن احنا يعني دول عالم تالت بقى وكده، فاهم؟ وان احنا جامدين وكبار ومش عارف ايه، والاهلي بس كبار عندنا بس، يعني فاهم، في منطقتنا بس، في افريقيا. يعني في افريقيا على شوية فرق كده من اسيا تعبانين، او مش تعبانين، يعني جامدين، انت تقدر تواجههم وكده. لكن اكتر من كده لا يا باشا، في ليفل تاني، في ليفل عالي جدا انت ما عملتش حسابه. انت فاكر ان انت الصفقات اللي حصلت والشغل اللي اتعمل والدنيا اللي حصلت دي هي انا مش بنكرها او بقلل منها، هي بالعكس، دي انت عندك افضل لعيبة في افريقيا. مفيش عندك في كل مركز لاعب او 2 على الاقل من افضل اللعيبة في افريقيا. انا ما بنكرش حاجة زي كده، كل مركز تمام، ولكن في افريقيا، في افريقيا مش اكتر من كده. ما تطلعش بره الحتة دي. انت جامد جدا في بلدك، جامد جدا في افريقيا، بس مش اكتر من كده. كاس عالم بقى والكلام ده كله انسى الموضوع ده. انا متفاهم طبعا ان انت كنت متفائل بسبب زي ما قلت الصفقات الجديدة، وبسبب مثلا السنين اللي فاتت لما عملت ماتشات كويسة قدام برضو فرق زي بالميراس وفلامينجو وريال مدريد وبايرن ميونخ ومش عارف ايه. ده خلى التفاؤل عندك اعلى شوية، فاهم كل الكلام ده. لكن مش معنى ان انت عملت ماتش كويس وان انت يعني اديت اداء كويس انه كده خلاص يعني انت كده بقيت جامد. لا يا معلم، ما تنساش حاجات كتيرة قوي. تنساش العقلية، تنساش الجاهزية، ما تنساش طريقة التفكير وطريقة اللعب والجاهزية البدنية. تنساش حاجات كتيرة جدا. انت في حتة يا معلم بصراحة، وهم في حتة تانية خالص. اي فريق خارج اطار افريقيا واسيا تحديدا. افريقيا واسيا انت ممكن تدوس على التخين فيهم، اكتر من كده لا يا معلم، الموضوع صعب. خلينا نكون صرحاء مع بعض، خلينا نكون ما نضحكش على بعض. الموضوع يا معلم صعب كتير جدا، وماتشين اهو يثبتوا الكلام ده. وشايف انا الماتشين مع فرقتين بصراحة عاديين، بس عاديين فين؟ مش بالنسبة لك انت، مش بالنسبة لك انت قصدي كأهلي، لا مش بالنسبة لك انت كفريق افريقي، او كفريق من دول العالم الثالث، او كفريق خارج قارة اوروبا وقارة امريكا الجنوبية، اللي هي اصلا منبع لكرة القدم، سواء من البرازيل ولا من الارجنتين ولا من كولومبيا ولا من الحتت دي. الناس دي يا معلم انت في حتة وانت في حتة تانية خالص. فمش عايزك تتفائل قوي في حاجة زي كده. ده النهاردة والله بجد داس، بجد النهاردة انا اكتشفت حاجة جديدة في موضوع ان انت في كرة القدم عامة، يعني او فينا احنا مثلا كأهلي. احنا معلم جامدين جدا، وزي ما قلت افضل صفقات في افريقيا، بس احنا جامدين جدا. عندنا اكتر من كده الموضوع بعيد جدا وصعب. عشان تلاعب الناس دي محتاج عقلية معينة، محتاج طرق معينة للتدريب، محتاج حاجات كتير اوي لو قعدنا نتكلم عليها نقعد نتكلم للصبح، تمام. بس اهمها زي ما قلت العقلية.
اللعيبه يا معلم كانت جايه رحله يا معلم، جايين يلعبوا بلاي ستيشن ويلعبوا بينج بونج ويعملوا لقاءات تلفزيونيه وبتاع. خلاص هم كده وصلوا للتارجت بتاعهم، ان هم وصلوا لكاس العالم للانديه. ده كان التارجت، بدليل حالة السعادة والانبساط اللي كانوا فيها. طبيعي طبعا تبقى سعيد ومبسوط بحاجة زي كده، بس يعني ده مش التارجت، او احنا كجمهور زي ما قلت قبل كده، ده ما كانش بالنسبة لنا التارجت. احنا التارجت كاس العالم للانديه ده وصلنا له 60-70 مرة قبل كده، فخلاص الليفل ده احنا عديناه من زمان. بما اننا عديناه، فالتارجت يا معلم خلاص بقى ان احنا نعمل حاجة كويسة. لكن بما اننا دول عالم ثالث والعقلية بعيدة جدا والعقلية مختلفة جدا، الطموح اللي عندنا ده يا ريت، يعني مش هقول لك ننساه، بس ما تفكرش فيه دلوقتي عشان هو صعب. وما تلومش على اللعيبة في حاجة، هم امكانياتهم كده، يعني انت ما تستناش منه اعلى من كده، لان هو امكانياته كده، هو تدريباته لحد ان هو يعمل كده، تفكيره ان هو كده خلاص حقق التارجت. ما تلومش عليه، هو امكانياته كده يا معلم. طبعا في لعيبة بعيدة جدا اصلا، يعني برضو المفروض نتكلم عنهم، بس انا مش هتكلم على لعيب بعينه النهارده، ولا هتكلم على لعيبة، ولا هتكلم على حد، لان هما في النهاية اجمد جامد فيهم امكانياته ما تجيبش الناس دي، يعني افشخ لعيب فيهم امكانياته ما تجيبش الليفلات دي. احنا زي ما قلت بعاد جدا، فما تستناش يا معلم اي حاجة. احنا احمد ربنا ان احنا هنخرج من البطولة دي. يعني هي طبعا فضيحة، طبعا احنا النادي الاهلي ما بنقبلش بالحاجات دي، اي مكان احنا بنلعب فيه واي بطولة بنخشها بنلعب عليها وبنلعب اننا نكسبها. فبالنسبة لنا ان احنا نطلع بالشكل ده، ولسه يعني في امل في ماتش بورتو، بس الله يرحمها امل ماتت. تمام، ما تفتكرش ان انت ممكن تعمل نتيجة ايجابية قدام فريق بقى اللي هو اصلا اوروبي. الفرقة اللي انت لعبتها واحد من امريكا، واحد من يعني اهون شوية من فريق اوروبي واهون شوية من بورتو، فانت ما تستناش حاجة في ماتش بورتو. فزي ما بقولك يعني ان انت تطلع من بطولة زي كده بالشكل ده، ان انت ما تكسبش مثلا ولا ماتش ولا تعملش اي نتائج ايجابية، دي بالنسبة لك انت كاهلاوي فضيحة طبعا ومصيبة سودة. تمام، بس احمد ربنا انها مش فضيحة، ان انت بتخرج بسكورات 4-5 زي فرق من اوكلاند مثلا، ولا العين الاماراتي، ولا احمد ربنا ان انت هتطلع خسران بس. يعني احمد ربنا على كده قوي. اكتر من كده يا معلم هتبقى طماع الصراحة، يعني اكتر من كده هتبقى عايز ايه تاني؟ عايز تكسب؟ ما وعدكش، مش عشان اللعيبة وحشة، بس هم امكانياتهم كده، ده الليفل بتاعي، ده كمصر وافريقيا وكده، ده الليفل بتاعي. عشان اكون صريح معاك، تحلمش باكتر من كده يا معلم. عايز تحلم باكتر من كده، هات امكانيات اعلى من كده، وما اعتقدش ان ده سهل، ما اعتقدش خالص ان ده سهل. ارض لك ان شاء الله، اللي جاي احسن، مش اللي جاي في كاس العالم للانديه، هو اللي جاي بقى في اي بطولات تانية، في افريقيا بقى ولا في دوري ولا في اي حاجه، والله المستعان.